حبايبي يا رجاله، صباح الفل. يوم جديد وحلقه جديده، والنهارده في حمله على السلاك. حمله والله بمعنى كلمه حمله بجد يا شباب. بصوا يا رجاله، يعني عايز تنجح في غايه الحمام وفي تربيه الحمام. الحمام خدمه. الحمام ما بستناش يوم الاجازه بتاعي علشان اطلع اقعد مع الحمام. تقعد مين يا باشا؟ ده احنا بنطلع نموت. يعني انا طالع لك بالمنظر ده علشان اوريك انا هو صاحب السلاكه انا بعمل ايه، واخويا نفس الكلام. هوري لك دلوقتي، اوريك شكل السلاكه واوريك الحمله اللي معموله على السلاكه وعلى التنظيف في السلاكه. طب اقول لك على حاجه كمان، اللهم لك الحمد، انا قادر ان انا اجيب حد ينظف لي السلاكه وياكل لي الحمام. بس ما اعرفش انا مش هبقى مرتاح، مش هبقى مبسوط. انا اذا كنتش انا واحمد اخويا ننظف الحمام وللسلاكه واروق محاضني وامر على زغاليلي وعلى حمامي، انا مرتاحش. هو ده الغاوي. امال انا عامل الكلام ده كله ليه؟ علشان استمتع، علشان دي كوبايه القهوه وده المزاج بتاعي اللي بطلع اخده من مع الحمام. شوفوا يا رجاله انا شكلي عامل ازاي. يعني انا كمان نشفت العرق قبل ما ابدا معاك الفيديو. بص ايدينا وبص منظرنا عامل ازاي. هوريك دلوقتي احنا بنعمل ايه في السلاكه، وهرجع لكم تاني لبقيه الحلقه وانا منضفين ومروقين. بصوا يا رجاله، انا زي ما قلت لك في حمله في السلاكه. طيب انا عندي مشكله مقابلاني اليومين دول، اللي هي في اخر شهر 8. الريش مبهدل الدنيا، وده اللي انا هوريه لك عملي. ااحنا بنعمل ايه مع الريش اللي عمال يطير ومرازيني. بصوا يا رجاله المنظر عامل ازاي. بص انا بدات انضف في الادراج. بص انا مطلع زبله قد ايه وزباله قد ايه. ودو نقطه دايما باكد عليك فيها، لو انت من المنصوره ركز معايا في الكلمتين دول، وبتطلع من عندك زباله حمام كتير، كلمني ابعت لك الراجل ياخد من عندك الزبله ويشتريها منك كمان. يعني هتنضف وتروق دنيتك وتستفيد كمان، تبيع الزبله بفلوس. طبعا يا شباب انا بنضف الادراج درج. بصوا الادراج عامله ازاي. لسه طبعا بنكمل اهو. ده مثلا لسه ما اتنضفش، وهوريك دلوقتي انا بنضفه ازاي وايه اللي انا محتاجه. بصوا يا رجاله منظر الحته عامله ازاي. تعالى نخرج كده لجزء تاني كده من السلاكه بره، نشوف برضو الحاج احمد بيعمل ايه بره. بصوا يا شباب، نص الشكاره اتلم اهو. يا عم احمد صباح الفل. بقول لك ايه، ما تزعلش مني يا عم احمد، هي دي غايه الحمام. انا بكلمك جد والله. يعني انا بشوف ناس يا عم احمد يقول لك ده انا مستني يوم الاجازه عشان اطلع اقعد مع الحمام. تقعد مين يا عم؟ ده احنا بنستنى يوم الاجازه عشان اطلع اروق للحمام وانضف للحمام. انا عندي استعداد زي ما انت قلت في الاول، هجيب واحد ينظف. انا لسه بقول انت قادر يا ابني ان انت تجيب واحد يديله 200 300 500 الف وينظف ولا لا قادر؟ تمام. طب انت بتعمل ده كله ليه يا باشا؟ انا ده مزاجي، انا ان انا انضف حتتي كده وحمامي واروق الدنيا، ده بالنسبه لي كده بالدنيا كلها. تمام. المفاجاه بقى والجديد كمان اللي انا هوريه لك، انا لسه هطلع معاكم السلاكه الثانيه. بصوا يا رجاله المنظر عامل ازاي. ركز معايا لان انا هرجع لك تاني. شوف يا رجاله الريش عامل ازاي. شوف المنظر يا باشا. ريش في كل حته. الريش طالع اقسم بالله العظيم لحد السقف ماشي. وبرضه هنعيد ونكرر ونزيد يا رجاله يا جماعه الخير. احنا الريش ده كله بيجي ليه كده؟ عندنا ريش كتير ليه؟ لان انا بهتم، انا باخد القلش ده موسم عندي، لازم الحمام بهتم بيه. زي موسم الفرخ ده بهتم بحاجات، انا بهتم برضه باملاح واحماض وفيتامينات. تلاقي بص الدنيا كلها مليانه ريش ماشي. الله ينور يا عم احمد. انا بقالي جوه 20 درج، بس عايز منك خدمه بسيطه. بص يا رجاله اهو الشراعات بكف مقشه كده ولا حاجه كده عشان التراب ماشي. طيب انت يا وليد بتنظف الادراج ازاي وبتعمل ايه وايه اللي انت محتاجه؟ تعالى كده معلش يا عم احمد معايا، هات كده السكينه كده اللي احنا بنستخدمها. انا كل اللي انا بحتاجه يا رجاله ماشي. لو عندك حاجه صغيره هتنضف بيها هات كده يا حاج احمد معلش بعد اذنك. دي ايه اللي انت ماسكها؟ لا تعالى لي الكف يا رجاله. ده كف بتاع معجون اهوت، بتاع اي حد بتاع نقاش. احنا مثلا لينا واحد صاحبنا نقاش وبصراحه بيجيبوا لنا هديه. مش عايز تجيبهم هديه من عنده بتشتري واحد يا رجاله ب 10 ولا ب 20 جنيه. طيب خلي بقى ايه، خلصنا من الكف ده. انت بتشتري من عند اي حد موان، اي حد بتاع رمل وزلط واسمنت وحاجات مواد بناء والكلام ده كله، بتشتري كف بتاع المعجون ماشي. ده اللي احنا هننضف بيه ونوريك دلوقتي بننضف الادراج ازاي، لان هرجع لك تاني ماشي. طبعا اللي احمد بيعمله ده اللي هو تنظيف المحاضن. ما هي التنظيفه بقى شامله. انا قلت لك في الاول ايه، انا عامل لك حمله على السلاكه ماشي، بتشمل تنظيف المحاضن. تمام. تنظيف المحاضن بحتاج لها ايه؟ سكينه معجون بقى صغيره عشان تقدر تلف في المحضن زي ما انت شايف كده اهو. وعندي شكاره سن زيرو او سن المنيا، ورينا عم احمد المحضن اهو ماشي. المحاضن كلها بالكامل بتتعمل كده. طيب تعالى بقى خد مني كده يا عم احمد الكف. عايزين نبص على درج ولا درجين وهما بتنضفوا يا رجاله. بص الدرج اهو بيتحطوا بسكينه المعجون شمال ويمين. شكرا. اللي بعده يا عم احمد درج تاني. تمام. قلت لك انا هعمل لك حمله وهرجع لك تاني
بعد ما هلم الزباله هقول لك بقى بعمل ايه في الريش والرفيع والكلام ده كله. حركه لو عرفت تعملها بقى مع مراتك او مع عمك تبقى انت 100 100. ايه؟ تنظيف الجمعه. والله العظيم تنظيف الجمعه. يعني ده الجمعه اللي فاتت يا شباب التنظيفه ديت. احمد معلش اديني وش الدرج، يعني لف انت من هناك. ايوه كده، الله ينور. بصوا يا شباب اهو ده اللي انا بعمله مع كل دراجي. طب اقول لي انا ما عنديش ادراج بقى مربعات، ما عنديش ادراج بلاستيك يا باشا، نضف برضه خشب. انا عندي 100 بقى نضف. انا عندي ما فيش يا باشا بقى الكلام ده. ما انت مالكش حل بقى، ما انت مالكش عندي غير انك تنظف حتتك كل جمعه يوم اجازتك. انا اجازت الاثنين، انا اجازت الحد، على حسب يوم اجازتك. المهم ان انت تعمل حمله. طب اقول لك بقى على مفاجاه كمان، 70% من الامراض بتختفي من عندك وانت بتعمل الحركه دي وبتنظف. طبعا احنا بننظف، بترش اي مطهر، اذا كان كلور، اذا كان بتادين، اذا كان يودي، اذا كان فيركون اس، يبقى انت برش في الاخر. بعد ما انضف خالص. انا هرجع لك تاني، الحلقه دي مقسومه على كذا جزئيه. انتظروني بقى في الجزء اللي بعده علشان اقول لك انا بعمل ايه في الريش الناعم وبروق الدنيا ازاي بالمفاجاه. تعالى بس الاول قبل ما اقفل الفيديو وارجع لكم تاني، نطلع نبص بصه كده برضه على السلاكه الثانيه. والله يا رجاله الجمعه اللي فاتت ديت ما كان فيها ريشه، ما كانش فيها. بص المنظر، بص المنظر، بص الريش، بص الريش بهدل الدنيا ازاي يا باشا. والله العظيم الواحد بس يلا، هو ده حاجه يعني، دي حاله صحيه كويسه ان الحمام بيقلش. تمام، خليكم معايا هرجع لكم تاني علشان نشوف السلاكه بعد ما اتنضفت، وبعد طبعا ما هنضف المحاضن كلها هرجع لكم تاني مع بعض. حبايبي رجاله تاني ومعاكم مع حمله التنظيف اللي في السلاكه. بس الجديد معانا النهارده ان احنا بنسرق السلاكه من امك او من مراتك، يعني اتصرف انت بقى. تمام، ومهمه جدا يا رجاله، المكنسه هي بتسرقها من امك او من مراتك من وراها. ماشي؟ طيب فايده المكنسه دي ايه؟ فايده المكنسه دي يا رجاله بتلم لي بقى الريش كله اللي في الاماكن اللي تحت السلاكه. احمد انا ما اعرفش اجيب الريش اللي جوه ده خالص، لا يمكن اعرف اجيبه، بيفضل سنين. فايده بقى المكنسه ايه؟ بس سامحوا لي لو صوتها هيبقى عالي شويه، بقى نوريك بتعمل ايه اهو. بص يا شباب، بنشغل المكنسه وبنشيل منها الكبت عادي، بنشغلها. بص الكبت بتاعها بقى عامل ازاي. سامحوا لي طبعا لو صوت المكنسه عالي، بس ده الجديد بقى يا رجاله. بص المنظر اهو، سامعين الصوت يا شباب؟ كل دي الزباله اللي جوه، انا مش هعرف اطولها. انا لا يمكن اعرف اطول الزباله اللي جوه كده، من ريش وتراب لدجله لكل حاجه اللي في البتاع. بص يا رجاله جايبان ايه من جوه، انا لا يمكن اعرف اجيبه ابدا من جوه من هنا. ماشي، لحد ما ربنا يسهل ونجيب مكنسه ونبطل نسرق المكنسه من عند امك او من عند مراتك. كده. بص يا عم احمد الزباله اللي جوه، مع انك نظفت يا عم احمد، بس لا يمكن تقدر تلم الزباله اللي جوه دي. بص يا رجاله سامعين الصوت؟ جوه بلاوي طبعا، انا بكلمك على 60 سم جوه، لا يمكن تقدر انت تجيبه. بص الريش، بص المنظر اهو. انا عايز احميك من الامراض، انا عايز يعدي عليك موسم القلب ومفيش عندك امراض ودمية العين اللي الناس بتتهافى فيها، مش عايزها تبقى موجوده عندك بسبب الريش النواعم دي. بقى بتجيب لك كل حاجه موجوده في اماكن انت مش قادر توصل لها. خليكم معانا يا رجاله عشان نرجع لكم تاني بعد ما ننضف السلاكه. حبايبي يا رجاله بصوا، رجعنا لكم في اخر جزء النهارده في حمله التنظيف اللي في السلاكه، بس بعد ما خلصنا. انا بكلمكم دلوقتي وانا المغرب بيأذن. احنا هنا والله يا شباب من بعد الصلاه. تمام، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. الواحد على قد ما بيبقى نازل تعبان بس نازل مرضي عن الاداء اللي هو عمله. الحمد لله الحمد لله بفضل الله. بصوا يا رجاله، الله اكبر الله اكبر. بصوا يا رجاله السلاكه عامله ازاي. شوف بكلمكم والله اذان المغرب اهو. بص السلاكه نضفت ازاي. طبعا انا بكلمك على تنظيف بره وجوه، يعني لو جينا نبص على الادراج كده نلاقي الادراج زي الفل. شوفوا الادراج عامله ازاي. محاضن، بصوا المحاضن بقت عامله ازاي، قشطه. المحاضن بقت قشطه. تمام، الناحيه الثانيه هنا نفس الكلام، محاضن، مسائي، مكالف، كل ده اتغسل. بصوا يا شباب، بص المكالف بقت عامله ازاي، قشطه. شوف المسائي بره وجوه قشطه. بص انا مليت جردل كنكر والله يا شباب، خلص وانا واقف من شده الحر. تخيل الحر بقى عامل ازاي عند الحمام. ماشي، الحمام حمى يا رجاله. بصوا يا رجاله النظافه بقى. طبعا المكنسه دي حبيبتي هي اللي بتنضف لي الزباله وبتلم لي الريش، فاحنا لسه كانسين. بص كام ريشه هناك ازاي، بس مش اشكال. بصوا يا رجاله الحته بره بقت عامله ازاي. وكان عندي مشكله مقابلاني بقى لي كام يوم عايز اقفلها. الخشبه اللي انا بشاور عليها فوق دي كانت بتخش لي منها الفيران. اللهم لك الحمد، اتشعبطت دلوقتي وقفلتها كلها بالكامل. وكان عندي هنا خرم تاني قفلته بالكامل عشان مفيش فار واحد يخش لي. الله اكبر الله اكبر. تعالوا يا رجاله نطلع ونسمي الله ونبص على
السلاكه فوق اخبار النظافه ايه مع اخر جزء؟ حبيبه بودي، بودي انت عارف ان انا بحبك يا بودي، انت اللي هتنزل ميه والله ميت ميت يا بودي والله. معلش ربنا يبارك لك ربنا يبارك لك. احمد قول له بالله عليك يا احمد ينزل يجيب ميه. بصوا يا رجاله انا اخر حاجه هعملها النهارده وبعد كده فصلنا. طبعا السلاكه الثانيه يا رجاله الدور الثاني اهوت. بص المنظر، بعتذر طبعا عن الاضاءه. بص النظافه، بص المنظر، اللهم لك الحمد. يلا يا بودي عشان تلم لنا الكلفه هنا. تعبنا جدا النهارده والله، بس كان يوم حلو علشان انتم بعيد عننا، علشان انتم مش موجودين في وسطنا. احمد العيال دي لو موجود احمد كان عملوا ايه؟ انتوا بصراحه بودي يعني بتروقوا علينا قوي. يلا يا بودي انزل ازازه ميه ساقعه نشرب شويه ميه، مش قادر. يا خرابي ده لسه هيرن ويحط في الثبت. يا ابني انزل واطلع يلا. بص يا رجاله ما شاء الله النظافه. طيب اللهم لك الحمد. احمد طبعا هنا هنمسق بميه بكنكر، ودي الحلقه اللي هاجي لك لها على الفيسبوك بقى، اعمل لك على الفيسبوك ان شاء الله مع بعض دلوقتي. بصوا يا رجاله اللوفت بقى عامل ازاي. هو ده يا رجاله غايه الحمام، يعني ده غايه الحمام. لو عايز تنجح في حمامك وغيتك لابد النظافه والتطهير والكلام ده كله. بصوا يا رجاله شكاير الزبله كل ده هينزل دلوقتي بقى حالا. تمام. هنمسق طبعا السلاكه دي كلها بالكامل ميه بكنكر للحمام كله. يا ابو حماد ان شاء الله. احمد دي حلقه يا رجاله بقى، اللي عايز بقى يستمتع معانا مع دوت كنكر وبنحط ايه وبتاع، تعالى لي بقى على الفيسبوك هناك على صفحتنا ان شاء الله. ارفع لكم فيديو دلوقتي هناك. حبايبي يا رجاله جمعه مباركه عليكم وعلى الامه الاسلاميه. كان معكم الشباب في الوليد عبد الرحمن والحاج احمد عبد الرحمن وبودي اللي مش عايز يجيب لنا ميه نشرب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.